بس الحجه مال بن سعيد 25 اذا يرضون السعر. اليوم بن سعيد مسيرين عليه كمواطنين مبدئيا يطلبون السماح وقبول الاعتذار على ما بدأ من سفيه العقل، وبعد ذلك ان شاء الله في خدمتكم ان شاء الله انتم يمك الحديث بعد شيء. لا يمك الحديث ابو مصطفى. اهلا وسهلا، حياكم الله كثير على سادتنا واخواننا المنقولين واخواننا بن سعيد، حياكم الله واهلا ومرحبا. شكرا كان يلا خير. وقدموا ايات قرانيه، وهذا شان السيد وشان الخير هو الاعتذار. احنا اليوم ما نستغل في حياتنا كل الامور اللي تصير، هاي مساله عاديه. الشجار والعركه والاختلاف ما بين العمال، ما بين الاخوان، ما بين الاصدقاء، هذا موجود. الامر لاهل العقل يوصل الحديث للناس اللي هي يسمونها خاليه الغرض من الطلابه. يكون من يوصل هذا يطفي النار، يعتذر، يقيم المقابل، يعتذر منه، يقول له يابا انا اعتذر عن ما بدر من ابني. ما يهدوي ابنه، هو رجل من الناس اللي يعتبر اعزل ويشتغل له مطعم، والمطعم مطعمه هو. خلينا امنشي عليه، امنشي عليه، والامنشي من حقه ان يحافظ على حلاله. وهسه هذا الولد العراف هو ابن اخوه بالمطعم ماله، خلاص صار الهدى، صار غيره. السيد هم تصرف بعقل لان المطعم بذمته ما يقدر يعيفه. اتصل على ابو الولد، اتصل على ابو المطعم، قال يابا هذا الرجل غلط علي وتعدى علي، قاعد على قال ميز ما ادري وين قاعد. يقول الجماعه طبه وما حسيت، يقول هي طبه، هي طابوقه كومون بها على الميز مالتي. هسه يقول انا طحت، هم يقول فيهم اكثر من انا، يقول دمي قام يصوف، عيني انطفت. يقول قوموني، يقول اثنين منهم بالقفه، واحد لقف له كرك، واحد لقف له ماسح، يردون يتركونه وهو طايح. ابو الولد ابو الطقاق يتهدد ويصيح وين تروح اليوم يضحك، هو ابن زاد عنده بعد عليه. زين انتم جايين تعتذرون، جايين مثلا تطقون، صاروا هم نصيبتين، نصيبه هد ونصيبه حايز على فرد واحد. انا هسه اسال اخواننا بن سعيد، انتم اليوم نجيتوا 10 او 12 واحد، وهو الولد هذا عامل مطعمكم واعزل ويعتبر خطاركم ومنطقتكم وسيد بالرسول الله. انتم هسه من جيتوا هذا باب الاعتذار مالكم، هل هو باب اعتذار مقبول؟ انتم هادي، انتم زين ابنكم هذا منطق وطاح السيد، انتم غير يكون عندكم رده فعل، اولادكم وبكان ما يهدون ولازمين، هذا لازم له كرك وهذا لازم له ماسحه وهذا لازم له، وابو الولد يصيح عاد يسمونها غير متكافئه. هسه لو ظل على الحديث الاول افضل واحسن. احنا روايتنا هاي ما نريد نطلع، احنا بطبيعتنا نستقبل اي انسان يتحدث ويدافع ويبرر عن نفسه، لان هذا مو مثلا احنا نكون اصحاب وناخذ بكلام ابننا. انا هذا الحديث اللي تحدثته مو بناء على كلام السيد، بناء على الشاهد الولد الرشابي نال اليه ويفقد، وانت تتحدث فوقه. هسه مو من طبيعه الرجوله ولا شجاعه ولا انسانيه ولا مروه. يعني انت انسان منطقتك ومطعمك اعزل واحد 10 تدون، توم انت طابوقه فوق ما غلط عليه، فوق ما سافه، فوق ما معتدى عليه، وخابرك ابو المطعم وقال لك يابا انا عامل عندك وانت اعتديت علي. انت تسوي هذا المصاب؟ ليش؟ مقبوله هاي؟ والله نكون بعمال، بس الزعل على الناس اللي اجت، الزعل على الناس اللي فزعت، الزعل على الناس اللي انت تمد ايدك وسط 10 وتطقه وتكومه. ليه؟ شنو السواء؟ شنو الذنب اللي جرى وياه؟ كان ماكو انسانيه، شفته يلعب بدمه، ماكو داعي انت تتهدد عليه والسبه وتغلط عليه، والناس تستحوذ به وحاطته بغرفه وقافله الغرفه، خافوا يطقونه ويكبلونه بالطقه. يمن اجت الدوريه فاتت عليه الدوريه وطلعته من الغرفه، فتحت الغرفه وطلعته وسابح بدمه. طلع الدوريه من الغرفه وهم لازمين له باب الغرفه بدون يطقونه، والدوريه كرفه شكو واحد موجود. وكل هذا طبعا انا دائما اذا انت تجلس باي قعده باي محفل والله نتفائل خير. الله يحفظك. يعني صاحب معروف، صاحب اخلاق، صاحب ثاير، وصاحب فقط ان شاء الله. خطا موجود، بن سعيد محتفلين بالخطا. ابو عباس ويا ولد الشاب والساده الموجودين واخواننا الموجودين كلهم بما فيهم بن سعيد، بما فيهم بن سعيد. سادتنا اخواننا شنو تبنون على هذا الضرر؟ ابنوا عليه. شو تحسبونه؟ تحسبونه طقه عاليه على الخياطات، طقه طقه. احنا من نطولكم بالحديث نلتزم قراراتكم.
هسه احنا 3 الطقه تنقل 3 6 متفقين. قرارات الرفاعه هسه هي زايده، هسه هي ناقصه قرارات. العين تبقى متروكه، نعتبرها عطوتها ممدوده، اللي طابت خير وهلا، واللي سقطت ضمن تقرير طبي يلحق من الفصل المعاطي. بس احنا بالنسبه لنا ال6 متفقين عليه، بس انا احشم بن سعيد على الهدف. لو كانت الطقه فرد الفرد والله اقبل ال6 ومتقبلها. بس مولاي سؤال. اخويا احنا بالنسبه لنا ناخذ على الهده مال بن سعيد 25 وضربنا 6 ماشي والعين تتعطل، بس الهده اريد عليها 25 على هذا الوصف. على هيك يعني عدم وجود انسانيه، انسان كومه وتتهدد عليه ويحطون الحوايز بالغرفه ولازم له باب الغرفه وتجي الشرطه وتطلعه ما حد مسويها ابدا. الزلمه عارف غطك وكل شيء. انت سيد العارفين وانت من تقعد بالمشيه دائما بالمشيات من تقعد احنا نرتاح من يمك وبتفصيلك وبكلامك ومعروفه. بس الحجه مال بن سعيد 25 اذا يكون يرضون السعر. هذا الحشر من الستة للسيد. ابو مصطفى انت خالو من تقعد بالديوان في كل المحافل ما اسولف من هنا ما نستاذن من عندك. هسه هذا الشيء اللي موجود الله حضورات تشريف وليس تغليب. حضورات تشريف وليس تكريم. بس ولكن اليوم احنا نطمع بسيد مايد وجوده تكريم وليس تغليب. قضيه الحشم اللي موجوده باسم المشيه جميعا مع حفظ المقامات الكل اللي موجودين مثل ما استفدت في حديثك معانا حتى وجود بن سعيد. هذا الحشم يا اخوي احنا نمد ايدينا عليه ان شاء الله بالمعروف انه انت تعبر لنا الحشم. ظلت قضيه العين انت عكست عليها. دائما نطمع بحضورك في كل المحافل، يمكن انت مو لزوامل اخوانك نعم، بس ولكن انت الى كل المجتمع. اي واحد تضيق به الضائقه وين يلتجي المن السيد مؤيد. حضورك ان شاء الله تشريفي، وهذا المكان مكان حسينيه لابو عبد الله. احنا شو نريد تظهر لنا قضيه الحشم اللي موجوده، وبعد ذلك انت لا عندك عشاء وتريد تحشي بن سعيد. لان السته ظلت. اي لان مليونيه لساده وللياوي. جزاك الله خير. واربعه تمرون عليهم. جزاك الله خير. بالعكس جزاك الله خير. هو بالنسبه له اولا بعد لا يرجع للمطعم. واضح ورزقه انقطع ما يرجع بعد ما يرجع لان هو المنطقه التقنيه والمطعم التقليد. على ابن سعيد يطردون ذاك الولد. لا ما يرجع. هو ما يرجع. هو المطعم لا بعد ما يرجع. لا ما يرجع. وفاة الامام محمد الباقر نريد هذا المليون اللي سلام الله على محمد الباقر. شاوين نروح للودي بعد هذا هم المليون اللي يلا صل على محمد وعلى محمد.